السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا آية فودة من قناتي كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. في شهر رطوبة، وشهر رطوبة ده افضل ايام نخزن فيه الزبد. ان شاء الله النهاردة نخزن مع بعض الزبدة ونعرفكم ازاي نسيحها وازاي 4 كيلو 9 كيلو. وان شاء الله انا جايبة النهاردة 4 كيلو وهنسيحهم مع بعض، وهعرفكم ازاي سيحناها وازاي عملناها. انها للسنة كلها تجيبي اللي هتستخدميه، والباقي تعينيه زي ما هو في الفريزر. بس اهم حاجه تجيبها من عند حد مضمون، حد انت عارفه ان هو نظيف وكويس وما بيغشش الزبده، وحاجه كويسه ده الحاجه. وان شاء الله اعرفكم مع بعض. بسم الله ما شاء الله. احنا معانا النهارده 4 كيلو زبده. دلوقتي انا مولعه عليهم النار على نار وسط، معلهاش قوي عشان ما تحرقش معانا، وفي الاخر بنهدي شويه عشان المرطه ما تحرقش معانا وتدي لون وحش للزبده ونبوظها. وهي دي كده احنا مولعين عليه. وكمان شويه هنحط فيها نص معلقه صغيره ملح وبس على كده. وان شاء الله هوريكم اما تسيح هوريها لكم، وهعرفكم ازاي هنخليها 9 كيلو ان شاء الله. قطع السمنه البلدي ساحت بس لسه ما استوتش، وهنقلها على النار الهاديه عشان احط لها دلوقتي نص معلقه ملح صغيره، وهنسيبها ونهدي خالص. وزي ما احنا شايفين كده مع بعض يا حبايبي، الزبده خلاص خلصت ما شاء الله. وهي بتعرف ان يخلص اما بتبقى صافيه زي الزيت كده، ما فيهاش اي شوائب ولا اي حاجه، انما بيبقى لسه فيها لون زي اللبن، بتبقى لسه ما خلصتش. انما هي كده ما شاء الله معانا خلصت زي الزيت، بيضه وصافيه وما فيهاش اي حاجه. وان شاء الله هتبرد وهنعملها مع بعض كده زي ما شايفين مع بعض. بعد ما سيحنا 4 كيلو زبده فلاحي، معانا هنا 5 كيلو سمنه كريستال. فتحناه من هنا كده وفضيناه في حله كبيره، وبنقدحها عشان نفضي عليها ال4 كيلو زبده. وبعد ما السمنه قدحت معانا زي ما احنا شايفين كده، هننزل عليها بال4 كيلو زبده اللي احنا مسيحينهم، ودول 5 كيلو. بسم الله. شايفين ما شاء الله الزبده ما شاء الله. ده عشان جايبين زبده نظيفه وعارفين ان هي احنا جايبينها من مين. لازم تجيبي الزبده من مصدر موثوق منه عشان تطلع حاجه كويسه معاك ان شاء الله. كده يا حبايبي رجعنا لكم تاني بعد ما سيحنا الزبده الفلاحي والسمنه الكريستال، وحطيناهم على بعض وسيبناهم ليله يبردوا عشان ما نحطهمش في العلب تسيح. ودلوقتي ما شاء الله شايفين ما شاء الله، وهنعبها مع بعض. بسم الله. شايفين ما شاء الله يا حبايبي عملت معانا كميه قد ايه ما شاء الله. وديت المرطه اللي طلعت معانا، يعني ديت حاجه عويله خالص ما شاء الله. ده حاجه تعرفك ان الزبده بتاعتك زبده كويسه ونوعيتها كويسه ما شاء الله. ديت اللون المرطه الكويس اللي هو ولا محروق، ده البني الفاتح. واهم حاجه وانت بتسويها، النار تبقى وسط في الاول وبعدين تبقى هاديه عشان تطلع معاكي بالشكل ده وما تتحرقش منك وتبوظي الزبده. لو عجبكم وصفتي اعملوا متابعه وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.